63 وأنت تمتلك أفضلية زيادة لاعب على اعتبار النقص العددي في الجانب الأوكراني. نقطة مهمة كذلك تمثلت في لماذا هذه الكمية من التسديدات صوب المرمى وهي ربما لا تحمل عنوان التركيز، العشوائية كانت حاضرة. فوق كل هذا مسألة التفوق في وسط الميدان وما قدمه الاستثنائي أشرف حكيمي كلاعب بإضافة نوعية، ويثبت بأنه بإمكانه على رأي الخليج يشيل فريق. قدم دور مهم. سفيان رحيمي رأيناه بالأدوار المطلوبة، ولكن حتى الإصابة ربما أثرت. سجل هدف التعادل وأضحى هو هداف البطولة حتى اليوم. ما أتساءل عنه لماذا غابت عن المنتخب المغربي مسألة اللمسة الأخيرة أو التوفيق. فرص ضائعة. ممكن التوفيق طبعا مسألة الحظ ربما شيء وارد، ولكن يجب أن نتطرق لمسألة حتى خيارات المدرب. أنا لا يمكنني أن ربما أتدخل في شؤون المدرب. اختيار عبد الصمد الزلزولي كلاعب أساسي منذ البداية ربما لم يكن المدرب موفق، وربما له حسابات على اعتبار بأنه كان يفكر في أخماش الذي ربما أصيب في المباراة الأخيرة. إذن هناك جزئيات تمثلت في أن حتى ربما طارق سكيتيوي يدرك أهمية هذه المباراة. سقف الطموحات الذي ارتفع بعد الفوز على الأرجنتين انعكس إيجابيا في هزيمة أليمة. الجمهور المغربي من خلال غيرته ومن خلال حبه للقميص الوطني وللعناصر الوطنية لم يتقبل الهزيمة بالمرة. هذا ما رأيناه في السوشيال ميديا. هناك نسبة فعلا تساند المنتخب، ولكن علينا أن نؤمن من حق هذا الجمهور أن يحزن، ومن حق هذا الجمهور أن يعاتب لاعبيه، ولكن ليس من حق هذا الجمهور أن يتحامل على هذه المجموعة المميزة التي تعثرت في ظروف. أعتقد بأن طارق سكيتيوي مع الإطار العام، مع استشارة وليد الركراكي، مع دعم الجامعة، جامعة محترفة، اتحاد يمتلك أدوات ربما اجتياز الأزمة. هي أزمة نتيجة فقط. دور المجموعات 3 مباريات، فزت في أول مواجهة، تعثرت في الثانية، أنت مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الثالثة في حوار عربي سنستمع من خلاله إلى زئير الأسود، أسود الأطلس وأسود الرافدين. ستكون مباراة مفصلية، مباراة مفترق طرق. أعتقد بأن المنتخب المغربي لديه من الإمكانيات ليعود.